في مدينة الإسكندرية بالاستعلام عن قيمة أموال الموديل سلمى الشيمي في 3 حسابات ببنوك مختلفة، وتتبع مصادر الأموال دي وتجميدها. ووفقا للقرار ده هيتم تجميد فلوسها لحين الفصل في مصادرها، وده بعد ما اتقبض عليها بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع ويدعو للفسق والفجور. وجهات التحقيق في اسكندرية قررت تجديد حبس الموديل سلمى الشيمي 15 يوم على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد ليها في الموعد القانوني. ومباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قبضت على سلمى الشيمي، تم تقديمها لجهات التحقيق اللي بتحقق معاها تحقيقات موسعة. ومن ضمن اعترافات سلمى الشيمي أثناء التحقيقات قالت إن شغلها في مجال المودلز والأزياء هو اللي عرفها الطريق للشهرة، وحاولت إنها تمثل لكنها فشلت، فاحترفت إنشاء الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إن المكاسب السريعة والفلوس اللي كانت بتكسبها من حسابات خارجية دفعها للتفنن في إنشاء المحتوى، وعلشان تحقق نسب مشاهدة عالية لزيادة الأرباح قررت تأجر وحدات سكنية في أماكن راقية زي الشيخ زايد والمقطم والتجمع ومدينة نصر. ومن ضمن اعترافاتها الغريبة إنها أجرت شقة في كومباوند في الشيخ زايد ب20,000 جنيه في الشهر، لكن جيرانها اتخانقوا معاها بسبب لبسها المثير وكمان طريقتها المثيرة في التعامل، وحاولوا يطردوها وضايقوها، وبالفعل سابت الشقة بعد شهرين بس من استئجارها. ولما اتقبض على سلمى الشيمي كان معاها مبلغ 2700 جنيه وتم إيداعهم في خزنة المحكمة، بالإضافة ل130 درهم إماراتي و3 بطاقات بنكية و2 تليفون محمول. والموديل سلمى الشيمي عندها 29 سنة واتخرجت من كلية التمريض،